رواية من مخيلة القاصرة. أقول فيها أن الإمام علي سلام الله عليه عندما كان يغادر المنزل يقبله الإمام الحسن بيده ويقبله الإمام الحسين بيده الأخرى، إلا السيدة زينب فكانت تقبله بقبلتين، الأولى في جبينه والثانية في ظهره. فاستغرب الجمع لهذا الأمر فأجابهم الإمام الحسين: باسط ظهر أبوها بداخل العباس. زينب عالمة دروب السمش بيها، باسط ظهر أبوها بداخل العباس. زينب عالمة دروب السمش بيها، على ظهرها تحط دنها وتبتسم مرات. عباس بقفا ما ادري شي حاكيها، الجربة تحب علي تفتر ورا باسط ظهر ابوها بداخل العباس. زينب عالمة دروب السمش بيها، على ظهرها تحط دنها وتبتسم مرات. عباس بقفا ما ادري شي حاكيها، جربة تحب علي تفتر ورا بالبيت، تشم ريحة بقفا الاستاف راعيها. علي يدخن قفاله ويعطي زينب ماي، اكو زلمه وراه قال انا لطيها. الله وياك خويا بظهر ابوها تصيح، اريد اشتافه ترجع شخط ما بيها. علي بظهرك، علي مودع ترد منصور. علي هد بقفاك الزلم تقضيها بظهره وصاح زينب قل لي الزهراء عند عباس شغله يقول تقضيها، ترضى اخطب لابوي ام البنين يقول ترى ام تحب علي وتستحي تحاشيها. بظهره وصاح زينب قل لي للزهراء عند عباس شغله يقول تقضيها، ترضى اخطب لابوي ام البنين يقول ترى ام تحب علي وتستحي تحاشيها. وقل لي الفاطمه خل تطمئني، يقول خويا انت اطمئني وروح طمنيها، مكتوب على قسطانه وقف لحسين بروح وما لحق لحسين من طيحه.